فخ الأحلام الكبيرة. ليه في ناس بتخطط لكل حاجة ومش بتعمل أي حاجة؟ عمرك قابلت حد دايما بيتكلم عن أحلامه الكبيرة، عن النجاح، الفلوس وتغيير حياته كلها؟ يحكي لك التفاصيل كأنه عايشها فعلا ومصدق 100% إنه هيحققها، بس السنين بتعدي ومفيش حاجة بتتغير. علم النفس بيقول إن الموضوع مش كسل، في أسباب أعمق بتخلي دماغنا يفضل في مرحلة التخطيط وما يروحش للتنفيذ. تعالي نفهمهم ببساطة. أول سبب، بنخلط بين التفكير والتقدم. مجرد ما تتخيل النجاح، دماغك بيديك إحساس وهمي إنك أنجزت، بيفرز شوية دوبامين يخلوك حاسس بالرضا كأنك عملت حاجة فعلا، فبالتالي الحافز يقل لأنك أخدت المكافأة من غير مجهود. تاني سبب، الخوف مستخبي ورا الطموح. المشكلة مش إن الشخص مش طموح، المشكلة إنه خايف يجرب ويفشل. طول ما الحلم في دماغه هو كامل ومفهوش غلط، لكن أول ما يبدأ ممكن يفشل، وده مرعب، فبيفضل في الأمان بتاع الخيال. تالت سبب، مستني اللحظة المناسبة. كلنا بنضحك على نفسنا ونقول لما أبقى جاهز هبدأ، بس الحقيقة الجاهزية بتيجي بعد ما تشتغل مش قبل، واللي مستني الوقت المثالي هيستنى طول عمره. رابع سبب، التفكير الزيادة. تقعد تحلل كل خطوة وكل احتمال لحد ما دماغك يتسحب منه الطاقة، ولما يجي وقت الفعل تكون خلصت طاقتك في التفكير فتكسل تبدأ أصلا. خامس سبب، هويتك مش متوافقة مع هدفك. لو انت شايف نفسك شخص مش منظم، صعب تلتزم بهدف محتاج انضباط، دماغك هيقاومك من غير ما تحس. الحل انك تبدأ تشوف نفسك كشخص بينجز مش بس بيحلم. سادس سبب، إدمان الأحلام مش المجهود. الكلام عن الأحلام ممتع ومليان حماس، لكن الشغل الحقيقي ممل، بطيء ومتكرر. ناس كتير بتحب فكرة هيبقوا ايه أكتر من إنها تواجه الواقع وتتعب عشان توصل. في الآخر، الأحلام الكبيرة مش نادرة، بس اللي نادر بجد هو اللي بيحولها الواقع. والفرق مش في الموهبة، الفرق في إنك تتحرك حتى لو مش حاسس، حتى لو دماغك بيقاومك. ابدأ بخطوة صغيرة ومملة، أحسن بكتير من حلم كبير وساكن.